مشاهدينا في كل مكان، بنتجول من محافظة الشرقية نرجع تاني لمحافظة كفر الشيخ، لأن موضوع مهم كنا عرضناه في الحلقة الماضية عن موضوع مبادرة ال100 مليون وحدة صحة في مصر. المبادرة تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لينا رؤية هناك في أحد المستشفيات، وبنشكر كل الجهات الرقابية. هنا تم الاستجابة من برنامج أحداث الساعة الآن أن الرقابة الإدارية بالفعل يعني كانت هناك تاني يوم أو في نفس اليوم يعني الصورة الحضارية والصورة المشرفة لضبط المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك بندي رؤية لمبادرة ال100 مليون وحدة صحة داخل محافظة كفر الشيخ. وكنا عرضنا أمام حضراتكم في الحلقة الماضية عن أولياء يعني أهالينا وما يدور حوالين ال100 مليون صحة في محافظة كفر الشيخ. ومعانا تقرير من مدير مستشفى داخل محافظة كفر الشيخ. يلا زمايلي في الإعلانات نطلع نشوف بيقول ايه ونرجع مع حضراتكم تاني. معاك 15 جنيه تشتريها بيها؟ والله يا حاج انا بمشي على رجلي علشان ما معايا، خد مني 20 جنيه في 20 كان معاك ال 20 جنيه عشان تجيبيهم؟ يا ربنا اللي عالم يا حاج. انا قد الرئيس يصرف فلوس قد ايه؟ الناس دي تحيرها وبعض الدولار خلاص كل الطريق مستور خلاص. هو نعم عايزه تقول ايه؟ هتاخدم. طيب يا استاذ ايمان احنا عايزين نطمن الناس. هنقول لهم 10 جنيه في 10 ورقات. الورقه تتصور. هنسمع الاستاذ ايمان. يا جماعه في ورقتين فاضيين. اتفضلي يا فندم. ايوه هيتم توكيل الورق وهيتم توكيل حجز النت داخل المستشفى. بعد الراجل دول هناك يا ريت يا ريت يا ريت انا المره اللي فاتت ماشي الساعه 6 المغرب. الساعه 6 الموظف يطلع من الجاش. هو المفروض يا جماعه في العلاج بتاع الفرد ابتداء من الساعه 2 واحنا رحمه لا ده كانت اخذ عينه لسه اخذ عينه. ده اللي فات بقى خلاص وهنبدا من النهارده. هنبدا النهارده. ابتداء يا جماعه. وحاتم الجارح من ونور. معالي الدكتور اهلا بيك. الله يكون في عونك. الحقيقه ضغط رهيب جدا، ويعني احنا شايفين المنظر بره لا يوصف. احسنت وكان الله في العون، ومهما كانت الاخطاء عندك انت معذور بعد اللي شفناه ده. الحقيقه انا كنتش متخيل ابدا ان يبقى في الكم الرهيب ده من الناس. حاج فندم احنا جايين شكوى بتقول ان الناس بتشتري من بره الاستمارات الخاصه بيها والورق اللي بيملوه علشان يقدم لفيروس سي. رد حضرتك. بص يا باشا دلوقتي احنا عندنا بتطلع النموذج، لان دلوقتي انا ما عنديش ورق في الوحده يكفي كل الجسم. اسمها 3 مراكز. مش هيكفي كل العدد ده، فتجاوزا ندي الاستماره للناس اللي عايزه تشتغل. ده برضه تريح للناس، يعني في واحد فتح وش المستشفى فهو اولى ان هو يقوم بالليله دي بقى بدل ما الناس يصور مثلا وتيجي تاني وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا برضه تسهيلا على الناس عطينا لهم نسخه يصوروا بيها خلاص، يبقوا على الناس بيبقوا على كام بقى. انا مش داخل. طيب السؤال هنا بس وده المهم، يا ترى الوزاره مش موفره لك النسخ دي او الاستمارات دي علشان لكل مواطن؟ بتوفر بس مش بالكميه دي برضه. احنا عندنا الكميه دي منين دلوقتي من الوزاره؟ طب حضرتك ما طلبتش ليه؟ انا محتاج، انا غلطت وجبت طلبت من مين؟ جبت من الوزاره ورحت الناس. مشاهدينا في كل مكان، كما عودناكم أن برنامج أحداث الساعة لا يصدر غير المفاجآت. والآن من داخل محافظة كفر الشيخ مرة أخرى بندي رؤية للمبادرة، لأن ده موضوع مهم جدا. وبنقول بنشكر كل الجهات المعنية لضبط الأمور داخل محافظة كفر الشيخ، لأن النهاردة كان هناك استغاثات من أولادنا وأهالينا على مستوى المبادرة داخل محافظة كفر الشيخ. وإحنا بنقول لكل أهالينا على مستوى مصر ان المبادرة ببلاش. يعني معايا تواصل مشرف عام برنامج احداث الساعة داخل محافظة كفر الشيخ الاستاذ القدير الاستاذ صلاح غبير، نائب رئيس مجلس وجريدة الحلم العربي. الو مساء الخير يا هنا بيه، تحياتي والتقدير لحضرتك يا فندم. والحقيقه هو الاعلام الهادف المثمر اللي بيجيب نتائج سريعه قوي. يعني انا بحييك وبشكرك جدا. بحييك. احنا كنا بنعاني يا فندم من مشكله كبيره جدا، هي الحقيقه حمله 100 مليون صحه كان فيها بعض المشاكل في محافظه كفر الشيخ وخاصه في مستشفى حميات مطوبس. لكن بفضل الله وبفضل الجهود المضنيه تم تعديل الموقف والاخوه الاعزاء. يعني الامور زي الفل دلوقتي والمواطن
لا بنشكر يا استاذ صلاح الجهات الرقابيه على هذا الامر، لان موضوع يعني لازم أن يكون هناك شكر حقيقي على الجهات الرقابيه. احنا بنتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى السيد معالي وكيل وزاره الصحه بمحافظه كفر الشيخ، والى السيد وزير الصحه بجمهوريه مصر العربيه، والى الاستاذ الفاضل الاستاذ سياده اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينه مطوبس، والى الاستاذه ايمان النحراوي المسؤوله عن الصحه في مركز ومدينه مطوبس، والى السيد المحترم الدكتور مدير مستشفى مطوبس للحميات على سرعه الاستجابه، وهم شافوا المشاكل فين وعدلوها، ودلوقتي الدنيا تمام. المواطن بيحصل على حقه بكل سهوله ويسر. المواطن بيروح يسجل نفسه في على الكمبيوتر اللي هو عنده اجسام مضاده، بعد كده بيستلم الورق بتاعه ببلاش بدون ولا مليم، بعد ما كان بيحصل عليه ب 20 جنيه و40 جنيه و50 جنيه. الحقيقه يعني جت ثمار الحمله اللي عملناها، وحضرتك انا بشكرك جدا ان انت تبنيت هذه القضيه، وعلى الفور كل الجهات تحركت بعد ما سمعت يعني صوت حضرتك، وبشكرك من خلال جريده طبعا ده مجهود كل وبداوا ينفذوا ويتابعوا ويشوفوا الاخطاء فين، والامور اشكرك انها وصلت للجمال اللي احنا فيه ده. بحييك طبعا يا استاذ صلاح غبير، لان مجهودك ومجهود كل فريق العمل لبرنامج احداث الساعه على مستوى المحافظات، والنهارده احنا بنقول بنجوب محافظات مصر بالاجمع. استاذ صلاح يعني كفر الشيخ النهارده عايزين بقى تدينا صوره بقى حضاريه، لان احنا عارفين ان محافظه كفر الشيخ عملاقه بمشاريعها باهلها بناسها ولهم كل الحب والتقدير، وداخلين على عام جديد النهارده، عايزينك تدينا صوره بسرعه كده. الحقيقه يا استاذ هاني حضرتك من الناس اللي زارت محافظه كفر الشيخ وشافت جمال ورقي وروعه محافظه كفر الشيخ، خاصه المشاريع الاستثماريه العملاقه، واحنا بنتباهى بمحافظتنا الجميله الراقيه ديت. وعلى راس هذه المشاريع يعني مشروع بركه غليون للاسماك. الحقيقه احنا بننافس العالم كله بالمشروع العملاق ده. عندنا في محافظه كفر الشيخ يا فندم ايضا مشروع كبير جدا، وهو مشروع الرمال السوداء، اللي يعني الناس كلها في شتى بقاع الارض بتتكلم عن الرمال السوداء ومدى اهميتها بالنسبه للانسان. انت عارف حضرتك ان احنا محافظه زراعيه. هذه المحافظه يا فندم احنا طبعا بننافس برضو جميع محافظات مصر في الزراعه، سواء زراعه الارز او القطن، والمشاريع اللي اقيمت وسوف تقام، وربنا كرمنا بمحافظ حقيقه يعني ذو همه وذو نشاط معالي الدكتور اسماعيل طه. الحقيقه لا يألو جهد في مراقبه ومتابعه بنفسه يا فندم، ودي حاجه يعني انا بحييه وبحترمه جدا عليها. وقبليه السيد نصر معالي اللي هو السيد نصر طبعا. كل الحب واحنا يعني محافظه كفر الشيخ انا بدعو كل الناس لزياره المحافظه، خاصه مركز ومدينه هو. مركز ومدينه هو يا فندم هو ثالث مدينه بعد القاهره ورشيد للاثار الاسلاميه، فيها 366 مسجد، فيها 26 اثر مسجلين عالميا. رابع مدينه على مستوى العالم للاثار الاسلاميه. ولكن من منبر حضرتك المحترم برنامج احداث الساعه احنا بنناشد كل الجهات المعنيه بالاثار الاسلاميه ان هم يعني يهتموا بمدينه هو شويه. مدينه هو مهمشه. ايام الدكتور الاستاذ اسامه حمدي محافظ كفر الشيخ قال ان مدينه هو هتقود المحافظه استاذ صلاح او اثريا. استاذ صلاح يعني انتظر في العام القادم ان شاء الله في جوله لبرنامج احداث الساعه وقناه مصر البلد بمحافظات مصر، وهيخصها محافظه كفر الشيخ للرؤيه والازدهار من داخل المحافظه لبرنامج وقناه مصر البلد. بشكرك يا استاذ هاني وكل الاخوه وبرنامج الاعداد كله على اكله فسيخ جميله قوي، لان بلدنا بتشتهر بالفسيخ. حضرتك هتقر بذلك طبعا. الواحد ما ينفعش كلام فقط، لازم يبقى عملي. حضرتك هتيجي وتشوفنا وتنورنا، الاستاذه سماح وفريق الاعداد وكلكم يا فندم معزومين في كفر الشيخ، وتشوف وتتجول داخل المدينه. الحقيقه عندنا اماكن بشكرك الاستاذ صلاح غبير، نائب رئيس مجلس اداره جريده الحلم العربي وموقع الحلم العربي ومشرف عام برنامج احداث الساعه من داخل محافظه كفر الشيخ، واديتني صوره رؤيه وحضاريه، وان شاء الله هنكون بنتجول في العام القادم ان شاء الله كل محافظات مصر، وهيكون لنا يعني رؤيه وندي يعني الروح الحقيقيه داخل المحافظات بين المواطن والجهاز التنفيذي، وهنكون بنتلاحم مع الجهاز
الجهاز التنفيذي لخدمة المواطن، ونتلاحم مع المواطن يعني الآراء ومطالبه من الجهاز التنفيذي، وهيكون لينا جولة حقيقية على مستوى المحافظات لقناة مصر البلد. يعني أنا أعلم جيدا أن السادة الزملاء داخل قناة مصر البلد هيكون لنا جولات على مستوى محافظات مصر بالأجمل.